مصري بس للأسف باع بلده علشان الفلوس والستات، وقدر يوصل معلومات مهمة بعد النكسة لأجهزة مخابرات ضد مصر، واللي عرفوا يوصلوا له وجندوه كمان لصالحهم. بس المفاجأة إنه لما المخابرات المصرية قدرت توصل له، اللي حصل له بعدها ما كانش حد يتخيله. بعد 1967 مصر كلها كانت في حالة حزن وغضب بعد ضياع سيناء، وابتدت واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البلد، وهي الصراع بين المخابرات المصرية واللي ما يتسموش. وفي الوقت اللي أجهزة الدولة كانت بتحاول تقفل كل ثغرة للعدو، والعكس كان بيحصل. لكن أشهر قصة حصلت وقتها لما قدر جهاز مخابرات العدو قرر إنه يجند مواطن مصري هو وأخوه. الراجل ده اسمه السيد محمد محمود محمد، اتولد سنة 1929 في محافظة اسكندرية، واشتغل في المينا وكان شاطر في شغله. متجوز وكانت حياته ماشية بشكل طبيعي لحد ما ربنا وسع عليه وبقى معاه فلوس اكتر، ودخل في شراكة كبيرة، ووصل لدرجة انه امتلك حوالي 40% من باخرة تجارية لبنانية. وقتها قرر يسيب شغل الشاطئ ويعيش حياة مختلفة. مع الوقت حياته بدأت تتغير بشكل كبير، خصوصا لما سافر كتير وبقى يلف مواني العالم واتعرف على ناس جديدة وثقافات مختلفة. وهنا دخل في سكة تانية خالص لما اتجوز مرة تانية من بنت أصغر منه، وصرف عليها فلوس كتير جدا لدرجة انه دخل في أزمة مالية، واضطر انه يرهن جزء من نصيبه في الباخرة. ومع الضغط ده بدأ يدور على اي حاجة تخرجه من ازمته، لكنه اختار اسوأ طريق ممكن. السيد كان عنده نقطة ضعف واضحة جدا، وهي الستات والسهر وشرب المشروبات الكحولية. في يوم من الأيام كان في ميناء نابولي بيصلح الباخرة، وبعدها سافر روما، وهناك قابل واحد صاحبه قديم من اسكندرية اسمه فيتورا، وكان يهودي، واتكلم معاه وقعدوا يحكوا عن الأيام القديمة. والسيد بدأ يفضفض ليه عن أزمته المادية وضيق حاله. وهنا فيتورا عرض عليه يساعده، وقال انه يعرف صحفي انجليزي ممكن يوفر له شغل بمقابل كويس. السيد ما صدق ووافق على طول. والمصيبة ان الصحفي ده طلب منه يكتب تقارير عن الاوضاع الاقتصادية والتجارية والسياسية في مصر، خصوصا ميناء اسكندرية. وطبعا الراجل ده ما كانش مجرد صحفي، ده كان شغال مع الكيان في الوقت ده، وكانوا عارفين كل حاجة عن السيد، خصوصا نقطة ضعفه ناحية الستات. فقرروا يستخدموا الموضوع ده ضده. واثناء وجوده هناك قدموا له واحدة اسمها كريستينا، وابتدت تقرب منه وتقضي معاه وقت طويل لدرجة انه اتشد ليها جدا. وفي وسط العلاقة دي قالت له انها شغالة مع المخابرات الامريكية واليهود كمان، لكنه مهتمش ولا ركز، ورجع مصر ومعاه فلوس كتير مقابل المعلومات اللي قدمها. وفجأة دخل رسمي في اللعبة، وبقى مطلوب منه يكتب تقارير اكتر وادق عن المينا وكل حاجة حواليه. وفضل يكتب ويسافر ويسلم المعلومات ويرجع تاني ياخد فلوس ويسهر مع كريستينا اللي كانت جزء من خطة السيطرة عليه. بعد كده بقى عميل رسمي لليهود، وبياخد مرتب ثابت حوالي $500 في الشهر، واتدرب على استخدام الحبر السري وأجهزة اللاسلكي، وبقى جزء من شبكة تجسس حقيقية. لكن الأخطر من كده إنه ما اكتفاش بنفسه، وقرر يدخل أخوه أمين في الموضوع، واللي كان بيقضي خدمته العسكرية في الجيش المصري، وعرض عليه الفكرة مقابل فلوس كتير. وأمين وافق، وبدأ يمده بمعلومات عسكرية خطيرة زي الخرائط ومسارات الطيران والقواعد. ومع الوقت تصرفات أمين بدأت تلفت نظر زمايله، لأنه كان بيروح كتير لغرف فيها خرائط ومعلومات سرية، وده خلى الشكوك تزيد، وتبدأ المخابرات المصرية تراقبه لحد ما اتأكدت من تورطه وقبضوا عليه. واعترف بكل حاجة، وقال السيد جملة كانت كفيلة تلخص القصة كلها لما قال: الطمع والنسوان ضيعوني وانا استاهل. واتحكم عليه بالسجن المؤبد عشان تنتهي قصته وتفضل جوه ملفات المخابرات المصرية.